بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير دايما. معكم احمد المصري من قناة وموقع سؤال جواب للمعلومات والسيارات. شركة سامسونج اصدرت الموبايل الجديد واللي هو سامسونج جالاكسي A24، وده طبعا الاصدار الاحدث من سلسلة الممتازة من شركة سامسونج، وده لانه يعتبر تحديث وتطوير للاصدار السابق واللي هو سامسونج جالاكسي A23. وطبعا في الاصدار الجديد استخدموا افضل شاشة على الاطلاق واللي هي من النوع سوبر اموليد، واللي هي طبعا واحدة من افضل الشاشات المتاحة حاليا واللي بتيجي بمعدل تحديث 90 هرتز، بالاضافه طبعا للسطوع العالي اللي موجود فيها، مع استخدام كمان معالج قوي من ميديا تك واللي هو هيليو G99، مع تحسين كاميرا السيلفي بدقه افضل بشكل نسبي. وفي الوقت نفسه تم الحفاظ على استخدام المثبت البصري اللي هو الOIS في الكاميرا الخلفيه، واستخدموا كمان بطاريه كبيره في الموبايل ده واللي بتوصل الساعه بتاعتها لحد 5000 ملي امبير في الساعه، مع شحن سريع بتوصل قوته لحد 25 واط. فالوقت تعالى نتعرف على المواصفات الكامله لموبايل سامسونج جالاكسي A24 وايه هي اهم مميزاته وعيوبه وسعره، وهل فعلا يستحق الشراء ولا لا. وده طبعا بناء على التقييمات والمراجعات اللي موجوده على اليوتيوب والمواقع الاجنبيه او العربيه زي ما انا راجعتها وشفتها بالظبط. يلا بينا. في البداية كده هنتكلم عن محتويات العلبة الخاصة بالموبايل ده. بمجرد ما بتفتح العلبة بتاعت سامسونج جالاكسي A24 4G الجديد هتلاقي الموبايل بس ومفيش غير وصلة USB من النوع C أو اللي هي التايب C، والدبوس المعدني الخاص بدرج الشرائح وكارت الميموري ودليل التعليمات واللي بيشرح كيفية استخدام الهاتف وبس. لكن طبعا للأسف من ضمن العيوب إن مفيش شاحن، وده اللي هنتكلم عنه كمان شوية. والوقت إيه هي أهم مواصفات ومميزات الموبايل الجديد من سامسونج واللي هو سامسونج جالاكسي A24 4G الجديد؟ هنلاقي ان الموبايل الجديد من سامسونج جالاكسي A24 بيدعم تقنيه NFC واللي هي الخاصه بالدفع الالكتروني. هنلاقي كمان ان الموبايل بيدعم شريحتين من النوع نانو سيم مع تركيب كارت ميموري في نفس الوقت، يعني درج الشرائح من النوع كومبو، واللي من خلاله تقدر ان انت تستخدم شريحتين وكارت ميموري في نفس الوقت، بعكس طبعا بعض الاصدارات التانية او بعض المنافسين واللي هتكون مضطر انك تستغنى عن شريحه علشان تركب كارت ميموري والعكس، لكن هنا هتقدر تركب شريحتين مع كارت ميموري بدون اي مشكله. هنلاقي كمان ان الموبايل بيدعم شبكات الجيل الثاني والثالث والرابع، وبيجي طبعا بأبعاد 162.1 ملي ارتفاع في 77.6 ملي عرض في 8.3 ملي سمك، ووزن الموبايل نفسه بيوصل لحد 195 جرام. طبعا الموبايل بيجي مصنوع من المواد البلاستيكيه بالكامل. اما بالنسبه للشاشه بتاعت الموبايل فالموبايل بيجي بشاشه على شكل نوتش في نص الشاشه، وبتيجي طبعا من النوع اللي هو السوبر اموليد، وبتيجي بمساحه 6.5 انش او اللي هي 6.5 بوصه، وطبعا بجوده فول اتش دي بلس وبدقه 2340 في 1080 بكسل، وبكثافه بكسلات 396 بكسل في البوصه الواحده، مع دعم طبعا الموبايل لمعدل تحديث اللي هو 90 هرتز علشان تاخد في النهايه استجابه افضل اثناء استخدامك للموبايل. اما بالنسبه لسطوع الشاشه فبيوصل لحد 1000 نتس او بنقول عليها اللي هي 1000 شمعه، يعني الشاشه هنا ممتازه جدا وهتعطي لك اللي انت محتاجه زياده سواء اثناء تصفح او شغل او حتى اثناء اللعب على الموبايل. طبعا الموبايل بيجي باكتر من نسخه من الذاكره الصلبه والذاكره العشوائيه رام زي ما هنتكلم عنها دلوقتي. بالنسبه للاصدار الاول فبيجي بذاكره صلبه بتوصل لحد 128 جيجا بايت مع ذاكره عشوائيه رام بتوصل لحد 4 جيجا بايت. اما بالنسبه للاصدار الثاني فبيجي بذاكره صلبه بتوصل لحد 128 جيجا بايت مع ذاكره عشوائيه رام بتوصل لحد 6 جيجا بايت. اما بالنسبه للاصدار الثالث فبيجي بذاكره صلبه بتوصل لحد 128 جيجا بايت مع ذاكره عشوائيه رام بتوصل لحد 8 جيجا بايت. فبالنسبه لجانب المساحه انت مش هتشيل هم اي حاجه فيه ابدا، لان طبعا الموبايل هنا بيدعم انك تزود مساحه التخزين، وده طبعا عن طريق انك تقدر تركب كارت ذاكره خارجي في مكان مخصص ليه واللي هو درج الشرائح، يعني تقدر تزود الذاكره اللي انت عايزها بدون اي مشكله في الجانب ده. طبعا الموبايل بيدعم معالج هيليو G99 من شركه ميديا تك وبتقنيه 6 نانومتر، مع معالج رسومي طبعا من النوع اللي هو المالي G57 MC2، وده طبعا هو نفس المعالج اللي تم استخدامه في موبايل اوبو رينو 8T. اما بالنسبه للكاميرات فالكاميرا الاماميه في الموبايل ده بتيجي بدقه 13 ميجا بكسل وبفتحه عدسه اللي هي f2.2 او 2.2. اما بالنسبه للكاميرا الخلفيه في الموبايل الجديد من سامسونج واللي هو سامسونج جالاكسي A24 فبتيجي كاميرا ثلاثيه، وبتيجي الكاميرا الاولى بدقه 50 ميجا بكسل وبفتحه عدسه 1.8، وبتدعم طبعا المثبت البصري اللي هو الOIS. اما بالنسبه للكاميرا الثانيه فبتيجي طبعا بدقه 5 ميجا بكسل وبفتحه عدسه 2.2، وطبعا دي كاميرا خاصه بالتصوير الواسع واللي بنقول عليه اللي هو الالترا وايد. اما بالنسبه للكاميرا الثالثه فبتيجي 2 ميجا بكسل وبفتحه عدسه 2.4، ودي طبعا كاميرا خاصه للتصوير اللي هو بنقول عليه التصوير الماكرو، بالاضافه طبعا لوجود الليد او اللي هو الفلاش الاحادي، وده بالنسبه لجانب الكاميرات والتصوير. لكن بالنسبه لتصوير مقاطع الفيديو فالموبايل ده بيدعم
بيدعم تصوير الفيديو بجودة فول اتش دي او اللي هي الاف اتش دي وبدقة 1080 بكسل وبمعدل التقاط 30 اطار في الثانية او اللي هي 30 لقطة في الثانية الواحدة. غير كمان انه بيدعم تصوير مقاطع الفيديو بجودة اتش دي بدقة 720 بكسل وبمعدل التقاط 30 فريم او اللي هي 30 اطار في الثانية الواحدة. من ضمن كمان المميزات اللي موجودة في الموبايل ده انه بيدعم طبعا الميكروفون الاضافي واللي هو العازل للضوضاء، بحيث انك لو واقف بتتكلم في الشارع او في عربية وفي هواء ودوشة والكلام ده فتقدر ان انت تعمل مكالماتك بكل سهولة والطرف الثاني ما يسمعش اي ضوضاء او اي اصوات خارجية موجودة حواليك وانت بتعمل المكالمة بتاعتك او بتسجل فيديوهات في الشارع. وده برضو من الحاجات المميزة جدا جدا واللي هي وجود ميكروفون عازل للضوضاء او اللي بنقول عليها اكتيف نويز كانسليشن او اللي هي ANC او اللي هي خاصية عزل الضوضاء. الموبايل كمان بيدعم مستشعرات التسارع والقرب وده طبعا كله بيتم سوفت وير مش هاردوير للاسف، والجيروسكوب والبوصلة والحاجات اللي هي موجودة في اي موبايل تاني. لكن طبعا كنا نتمنى ان سامسونج تنزل موضوع المستشعرات او السنسور عموما تكون هاردوير زي الاجهزة القديمة شوية، كانت موجودة كلها هاردوير بجانب الكاميرا الامامية او بجانب السماعة بتاعة المكالمات، فكان طبعا الهاردوير حساس شوية او حساس اكتر كمان عن موضوع السوفت وير ده. السوفت وير هنا طبعا بيعتمد على الضوء اللي داخل الكاميرا، فاحيانا لو انت حاطط الموبايل على ودانك وبتعمل مكالمة لو بتبعد الموبايل او بترجعه تحس ان هو بيتاخر شوية اثناء استخدامك للموبايل، لانه طبعا بيعتمد على نسبة الضوء اللي داخله للموبايل عن طريق الكاميرا الامامية، وده طبعا كله بيتم عن طريق السوفت وير. فالهاردوير طبعا ادق جدا عن موضوع السوفت وير ده، فده اللي نتمنى طبعا نشوفه في الاجهزة الجاية من سامسونج. الموبايل ده طبعا ما زال لحد النهارده محافظ على مدخل 3.5 مللي واللي ناس كتير جدا جدا بتحتاجه لحد النهارده، سواء في توصيل مايك خارجي او في توصيل هاند فري وهكذا. طبعا شبكات الواي فاي في الموبايل ده بتيجي بترددات الاي والبي والجي والان والاي سي وبتدعم النطاق المزدوج واللي هو الواي فاي دايركت. موبايل سامسونج جالاكسي اي 24 الجديد بيدعم طبعا اصدار البلوتوث اللي هو 5.3 بخصائص الاوتو دي بي والال اي. طبعا الموبايل بيدعم تحديد الموقع الجغرافي الجي بي اس مع انظمه الملاحه الثانيه زي البي دي اس والجاليليو والجلوناس والكيو زد اس اس. اما بالنسبه لوسائل الامان والحمايه في الموبايل ده فالموبايل طبعا بيدعم مستشعر البصمه واللي موجود في نفس زرار الباور، غير كمان انه بيدعم ميزه الفيس انلوك او اللي هي بصمه الوجه علشان تقدر انك تفتح الموبايل بتاعك عن طريق بصمه الوش او بنقول عليها بصمه الوجه اللي هي الفيس انلوك، ودي طبعا ميزه اصبحت موجوده في اغلب اجهزه سامسونج حتى لو مش موجود فيه بصمه اصبع. اما بالنسبه للبطاريه اللي موجوده في الموبايل ده فبتيجي طبعا بسعه 5000 ملي امبير وبتدعم الشحن السريع بقوه 25 واط. وبالنسبه للمنفذ اليو اس بي اللي موجود في الموبايل ده فبيجي طبعا من النوع سي او اللي هو التايب سي. ولو بنتكلم دلوقتي عن الاوبريتنج سيستم او نظام التشغيل اللي موجود على الموبايل ده فطبعا الموبايل سامسونج جالاكسي اي 24 الجديد بيجي باندرويد 13 مع دعم واجهه سامسونج اللي هي ال1 يو اي 5.1 او اللي هي 5.1. الموبايل ده طبعا بتوفر باربع الوان، اللون الاول اللي هو الاسود والثاني اللي هو الاخضر والثالث اللي هو الفضي والرابع اللي هو الاحمر. لكن من عيوب اللون الاسود في الموبايل ده ان هو بيلقط تراب بسرعه وهتلاقيه بيبصم معاك، لكن لو عايز نصيحتي انا دايما شايف ان اللون الاسود افضل لون في الموبايلات، ولكن هي ترجع لذوقك في النهايه. وده طبعا لان اللون الاسود بيكون شيك جدا وفي كل الاحوال انت اصلا هتركب جراب على الموبايل علشان يحميه من السقوط والخدوش والخبطات والكلام ده كله، ولكن هي مساله ذوق في النهايه. وهي دي كانت اهم المواصفات الخاصه بالموبايل ده. طيب ايه هي بقى العيوب؟ بالنسبه للعيوب هتلاقي ان الصوت في الموبايل ده بيجي بسماعه مونو مش ستيريو، يعني السماعه واحده بس. هتلاقي كمان ان الموبايل ده مش بيجي بشهاده مقاومه الميه اللي هي IP67 وIP68 وده طبيعي جدا جدا في الفئه دي، وده طبعا لانه ارخص من موبايل سامسونج A34 وموبايل سامسونج A54 اللي متوفر فيهم شهاده مقاومه الميه واللي هي IP67 وIP68. هتلاقي كمان ان الموبايل طبعا مش بيصور بدقه 4K بعكس طبعا ال A34 وال A54 الاعلى منه. هتلاقي برضو ان شكل الشاشه مش هو الافضل على الاطلاق بالنسبه للموبايل ده، ولذلك هتلاقي ريدمي نوت 12 او اللي هو نوت 12 بيتفوق بالنسبه لشكل الشاشه عن الاصدار ده. هتلاقي برضو ان كاميرا السيلفي بتقدم لك اداء متواضع جدا جدا خصوصا في الاضاءه الهاديه او اللي هي الاضاءه المنخفضه. وبرضو من ضمن العيوب للاسف انك لما تفتح العلبه او الكرتونه بتاع الموبايل مش هتلاقي لا شاحن ولا جراب ولا واقي شاشه، ودي برضو من المساوئ او العيوب الخاصه بالاكسسوارات الملحقه اللي بتيجي في العلبه بتاعه الموبايل، لان طبعا مش منطقي ان انا اروح اشتري موبايل بمبلغ سواء اقتصادي او من الفئه العاليه وفي نفس الوقت اروح اشتري
تشتري شاحن، انا شايف مثلا مؤخرا الشاحن ال 25 واط على الموقع الرسمي بتاع سامسونج سعره النهارده 930 جنيه. طبعا الوصله لوحدها سعرها النهارده الاصليه ما بين 300 ل 350 جنيه، لكن انت حاطط لي الوصله بس ما فيش شاحن. فعشان ان انا اجيب موبايل مثلا ثمنه 6000 او 7000 او 10000 او 15000 جنيه او ايا كان الموبايل اللي انت تشتريه، واروح اجيب له شاحن لوحده كمان ثمنه مقرب على 1000 جنيه، فهتبقى معادله صعبه جدا. فالمفروض ان سامسونج تراعي الجانب ده بالنسبه لموضوع الجراب والشاحن والواقي بتاع الشاشه، خصوصا ان في اغلب المنافسين بيحطوا الملحقات دي كلها في العلبه. فيا ريت سامسونج تراجع الجانب ده، واللي هو متعلق باكسسوارات الهواتف اللي تم اصدارها مؤخرا من شركه سامسونج. ولو بنتكلم برضه على سرعه الشحن، انا مش عارف ليه لحد النهارده سامسونج بتتبنى موضوع الشحن اللي هو 15 واط بالنسبه للفئه اللي هي الاقتصاديه والفئه اللي هي المتوسطه لحد 25 واط بس، مع ان في اجهزه تانية بتعدي الرقم ده بكتير جدا. فلازم برضه نراجع الموضوع ده، خصوصا في الفتره اللي احنا فيها دي. مش منطقي ابدا ان انا اشحن الموبايل بتاعي يدخل في ساعه وساعه ونص وساعتين، وفي اجهزه تانية بتشحن 50% في فتره لا تتعدى ال 10 دقائق مثلا. فلازم اخد بالي من الموضوع ده، او لازم على الاقل يتم تحديثه في الاجهزه اللي هيتم اصدارها في الفتره الجايه، علشان طبعا الناس ممكن تسيب سامسونج وتروح لاجهزه تانية منافسه، وده طبعا حقهم في النهايه. لان انا لحد النهارده مش عارف ايه السر ان سامسونج بتعتمد 15 و25 واط. فيا ريت الموضوع ده يتحسن في الفتره الجايه للاحسن شويه. برضه للاسف من ضمن العيوب ان حواف الشاشه كبيره، كان من الافضل ان يتم تحسينها وتصغيرها شويه، وهي دي كانت اهم العيوب الخاصه بسامسونج جالاكسي اي 24. ودلوقتي تعالى نتكلم على سعر الموبايل ده بالنسبه لسوق مصر والسعوديه والامارات. سعر الموبايل ده في مصر واللي هو سامسونج جالاكسي اي 24 4G، سعره النهارده بالنسبه للنسخه ال 128 جيجا بايت مع 4 جيجا بايت رام، سعر النسخه دي 6800 جنيه. وبالنسبه للنسخه اللي هي 128 جيجا بايت ذاكره داخليه مع 6 جيجا بايت ذاكره عشوائيه اللي هي الرام، سعر النسخه دي في مصر 7500 جنيه. وده طبعا بالنسبه للنسخه اللي هي صنع في مصر. اما بالنسبه لسعر الموبايل ده في الامارات العربيه المتحده، فسعر النسخه اللي هي ال 128 جيجا بايت مع 4 جيجا بايت رام، سعر النسخه دي 775 درهم اماراتي. وسعر الموبايل ده في المملكه العربيه السعوديه بالنسبه للنسخه اللي هي 128 جيجا بايت ذاكره داخليه مع 4 جيجا بايت رام، سعر النسخه دي 850 ريال. وده بالنسبه لسعر الموبايل ده في جمهوريه مصر العربيه والامارات العربيه المتحده والمملكه العربيه السعوديه. فدي كانت اهم المعلومات عن مواصفات ومميزات وعيوب وسعر موبايل سامسونج الجديد سامسونج جالاكسي اي 24 4G. اتمنى اكون قدرت افيدك، ولو عندك اي تعليق او استفسار يا ريت تسيبه في التعليقات تحت الفيديو هنا، وان شاء الله هرد عليك في اقرب وقت. وطبعا مش هاكد عليك لو لسه جديد معانا في القناه ما تنساش تضغط على زر السبسكرايب، الاشتراك في القناه وتفعيل كل من جرس التنبيهات علشان يوصلك كل جديد ينزل في القناه اول باول باذن الله. وهتلاقي طبعا رابط المراجعه كامله مكتوب على موقعنا الالكتروني للناس اللي بتحب القراءه، وهتلاقيني سايب لك الرابط في الوصف وفي اول تعليق مثبت تحت الفيديو ده ان شاء الله. ما تنساش كمان تشترك في قناتنا الثانيه سؤال جواب قصص وحكايات علشان يوصلك كل جديد ينزل فيها اول باول باذن الله. تحياتي لحضراتكم، ما تنسونيش من خلص الدعوات، وفي النهايه كالعاده سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته، في امان الله.